السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايبه لكم اسهل طريقه تعملي بيها الفطير. ما شاء الله الفطير ممتاز، مقرمش من بره وطري من جوه. هتعدي الطبقات والرقات اللي فيه، ما شاء الله تحفه. بشويه دقيق واي نوع سمنه عندك هتعملي احلى فطير. وكمان هسويه في فرن البوتاجاز بطريقه سهله وبسيطه. وما شاء الله الفطير الله اكبر عليه، حاجه كده عسل. شايفين التسوية ما شاء الله في منتهى الجمال. شايفين الطبقات والرقات اللي في الفطير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معايا كيلو دقيق منخول، الدقيق يكون لجميع الاستخدامات أو لجميع الأغراض. ومعايا مية عادية خالص من الحنفية، حطيت عليها معلقة كبيرة سكر ونص معلقة صغيرة ملح. دوبتهم بالاول كده في الميه علشان لو السكر يكون مخرز او خشن يبوش في قلب الميه، عشان لو حطيته على الدقيق هيخرز في قلب العجينه. فبوشتهم في الميه زي ما انتوا شفتوا كده. وهبدا بقى اعجن العجينه، بحط شويه بشويه كده. عايزاها تكون عجينه ملمسها يكون ناعم، وتكون ولا طريه ولا متماسكه، يعني تكون عجينه تكون ايه لينه كده. يا ريت بقى لو انت اول مره بتشوفي قناتي ومش مشتركه تنوريني باشتراكك، واضغطي على كلمه اشتراك اسفل الفيديو وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعملي لايك للفيديو ومشاركه مع اصحابك وحبايبك. عجنت العجينه زي ما انتوا شفتوا كده بقى، ما شاء الله ملمسها ناعم جدا والعجينه طريه. خلاص كده، اول ما هخلصها عجن على طول فهقطعها، مش هسيبها ترتاح الا بعد ما اكورها الاول. خلاص كده، كورت الكيلو الدقيق ل 30 كوره، عملتهم ل 30 كوره زي ما انتوا شايفين كده. مسح الزيت بقى بسيطه، واحطها تحت الكور الصغيره ديت من تحت ومن فوق. خلاص كده معايا زي الفل. هغطيها بقى واسيبها ترتاح حوالي ربع ساعه. كل ما بنريح العجينه كل ما بتدينا نتيجه افضل. والعجينه ما شاء الله ارتاحت زي ما انتوا شايفين كده. وعلى الصينيه بقى من غير ما بدهن اي حاجه، وهبدا بقى افردها قد حجم رغيف العيش الصغير كده. وهعمله بطريقه سهله خالص وطريقه سريعه، والنتيجه زي ما انتوا شفتوها في اول فيديو تحفه، مقرمش من بره وطري من جوه، بجد تحفه. والطريقه كمان سهله، لو انت مبتدئه هتعمليه بكل سهوله. ادام عجنت العجينه حلو وريحتها بتتفرد على طول وبتديكي نتيجه ممتازه. هبدا بقى افردها زي ما انتوا شايفين كده اهي، قد حجم رغيف العيش الصغير. عملت كده كام؟ عملت 5، وديت الكرة الستة اهيت زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين بقى جبت السمنه مدفيها بس على البوتاجاز، يعني مش مسخنه، لا خليتها تفك بس كده على البوتاجاز حاجه بسيطه. وبعدين هحط الست كور على بعض زي ما انت شايفه كده. هحطهم على بعض كده بالشكل ده، احط كل 6 فوق بعضهم. بالنسبه بقى للماده الدهنيه، عايزه تعملي زبده على سمنه ماشي، عايزه تعملي بزبده بس، عايزه تعملي بسمنه بس، عايزه تعملي بزيت وزبده او زيت وسمنه، بالنسبه للماده الدهنيه اللي موجوده عندك بتعملي بيه. خلاص كده، عايزه تحطي سمنه بلدي ماشي، زبده بلدي، تعملي باي نوع زبده او اي نوع سمنه زي ما انت عايزه. عملت 6 فوق بعضهم، وبكمل بقى التانيين كل 6 هعملهم بنفس الطريقه. وفي الوقت ده بنحط مسحه سمنه بسيطه، مش كتير يعني. وكمان مش هنحتاج سمنه تاني، يعني هو اللي بنحطه دلوقتي مش هنحتاج تاني، حاجه بسيطه بس كده. وبنفرد عليها وبتفرد ما شاء الله حلو زي الفل. ادام عجنه العجينه كويس وسبتها ترتاح بتتفرد على طول، ما بتاخدش وقت ولا مجهود، والنتيجه ما شاء الله ممتازه. اهو دول حطيتهم 6 فوق بعض بالشكل ده كده. وكل بقى بنسيبهم بقى يرتاحوا، كل ما بندينا نتيجه ممتازه.
عايزه تكوني تعملي الفطير يكون دقيق يكون قوي، يكون له عرق، عشان لما تيجي تعجني العجينه ما يتقطعش منك ويديكي نتيجه حلوه ويبان فيه السمنه او الزبده اللي انت حطاها. لو انت بقى عامله باي نوع دقيق وكده ومش عارفاه، مهما تحطي سمنه او زبده ما بيبانش في الفطير، بيبقى عامل زي الرقاق الناشف بالظبط. ده بيبقى من نوع الدقيق. شايفين الطريقه سهله، مفيش اسهل منها اهيت، ما خدش منا وقت ولا مجهود. الكيلو الدقيق قطعته 30 واحده، 30 كره صغيره، وبحط كل 6 فوق بعضهم زي ما انت شايفه كده، كل 6 رقات كده فوق بعض. خلصت بقى كل الكميه. شايفين كل ما سبتهم يرتاحوا، يعني كمان لسه ما سبتهاش ترتاح، على بس ما خلصت بقى الكميه. شايفين العجينه ما شاء الله زي الملبن. الزبده والسمنه لما تحطوهم في قلب العجينه كده بيديها طراوه غير طبيعيه، عامله زي الملبن. شايفين بتمط ازاي؟ بجد الطريقه دي حلوه قوي والنتيجه ما شاء الله تحفه. ديت السمنه اللي فضلت معايا، ما بيحتاجش سمنه كتير خالص، وباي ماده دهنيه عندك بتعمليه. خلاص كده بعد ما ارتاح حوالي ربع ساعه، ادام بعلم فيه بصبعي كده وبيعلم فيه يبقى خلاص العجينه ارتاحت. دول 6 طبقات فوق بعض، فردتهم كده على الرخامه. ممكن تفردهم بقى عندك على طبليه، على ترابيزه، تعملي على الرخامه زي كده. ومش عايزاها كمان تكون رقيقه، بنفردها فرد بسيط كده زي ما انت شايفه. والعجينه ما شاء الله ده مرتاحه، عامله زي الملبن، حلوه قوي، تتفرد معايا بكل سهوله اهي. بجد الطريقه دي حلوه قوي وبتسهل علينا في الفرد على طول ومش متعبه. مسحه بسيطه خالص على العجينه كده عادي خالص، لو حته قطعت منك ما فيش فيها مشكله. كده كده احنا بنلم العجينه على بعضها، ما بيبانش اي قطعات فيها. وبعدين بقى بلمها بالشكل ده كده. اطبقها بقى والفها على شكل دايره كده او على شكل سره اهي. وبعدين المها. كل بقى اللي بلمه من تحت ده بيلحم، كل ما العجينه بترتاح بيلحم مع بعضه، بيبقى عامل وش الفطيره زي الارضيه بالظبط. معلقه السكر اللي بنحطها في الفطير بتخلي طعم اللقمه كده نفسها مسكر، وبتديله لون ذهبي حلو قوي من تحت ومن فوق ما بنيجي نسويه. جبت واحده كمان اهيت، ما شاء الله العجينه ممتازه، عشان حاطين في قلب العجينه من جوه السمنه بتدي طبقات حلوه قوي. طب لو انت عايزه بقى فطيره تكون خفيفه ما تكونش دسمه، تعمليها بزبده بس، ما تحطيش عليها سمنه، تعمليها بزبده بس. العجينه ما شاء الله ممتازه. كيلو الدقيق هنعمل بيه 5 فطاير زي العسل بالشكل اللي انت شايفاه ده. شايفين مبقلو عامل ازاي؟ ما شاء الله تحفه. وبعدين هتنيها بالشكل ده. مسحه بسيطه خالص من السمنه. انا بعمل بزبده فرن وسمنه كريستال، السمنه اللي هي البيضه مش الصفرا. فككتهم بس على البوتاجاز كده وبعدين اشتغلت بهم على طول اهي. شايفين ما شاء الله حلوه قوي وملمسها ناعم جدا. خلصتهم كلهم. جبت بقى الصواني احط فيها مسحه زيت بسيطه خالص. وفي الوقت ده طبعا خلاص كنت ولعت الفرن، فرن البوتاجاز، على ما العجينه ارتاحت كده زي ما انتم شايفين. اهم حاجه في الوقت ده لازم نريحها حلو عشان ما نيجي نفردها في الصينيه تتفرد معانا وما تكشش تاني. ومعلومه مهمه جدا برضو، ما تيجي تفردي الفطير ما تخليهوش رقيق، عشان لو رقتيه في الصينيه هيطلع معاكي من الفرن ناشف. فاحنا عايزينه فطير
مش زي العيش يكون رقيق، لا لازم يكون تخين شويه. شايفين العجينه ما شاء الله حلوه قوي، العجينه دم مرتاحه. شايفين مقدر ما بضغط عليها بتتفرد بكل سهوله. ديت التالتة اهيت. تسويه المعجنات في الالمونيا بجد بتبقى حلوه قوي. شايفين على قد حجم الفطير، على قد ما بفردها في الصينيه، ما بملاش بقى الصينيه قوي. ديت رابع واحده اهيت، ومسحه زيت بسيطه خالص في نص الصينيه. هجيب بقى صينيه صغيره واحط فيها اخر واحده، تبقى على قد الفطير عشان ما فيش صواني كبيره زي اللي انا بفرد فيها دي. وباي حاجه بقى عايز يديني بقى وش الفطيره عندك ادينيه. عندك وش اللبن حطيه، عندك قشطه ماشي، سمنه زبده زيت، اي حاجه اي حاجه عايزه تحطيها على وش الفطيره وموجوده عندك حطيها. عايزه تحطي بيضه مفيش فيها اي مشكله. زي ما قلت لكم مولعه الفرن من قبل ما ادخل الصينيه ب5 دقايق ولا حاجه. بيكون على الرف التاني من تحت، وطبعا معليه الفرن من تحت ومن فوق. لو انت عندك الفرن بيشتغل من تحت بقى لوحده او من فوق لوحده، بتولعي من الارضيه الاول، وبعد كده ما بتستوي بتولعي الشوايه ياخد لون من فوق. اهم حاجه الفرن يكون درجه حرارته تكون عاليه علشان ما يبطيش معاكي في الفرن وينشف. خلاص، من نجاح الفطير ما يبطيش في قلب الفرن، عشان لو بطي في الفرن هيطلع معاكي ناشف. فاحنا هو ما بياخدش وقت خالص في الفرن، ما يكون درجه الحراره تكون عاليه بيستوي على طول. وما شاء الله زي ما انت شايفاه كده بجد تحفه. 5 فطاير احلى من بعض بكيلو دقيق وشويه سمنه، هتعمليه ما شاء الله بجد تحفه ممتاز. تخيلوا بقى لو جبنا فطيره زي دي من بره هيبقى سعرها كام. ما خدش منا وقت ومش مكلف خالص في البيت، مش زي بنشتريه من بره، والنتيجه ما شاء الله 10/10. يتاكل بقى جنب شويه عسل، جنب حته جبنه، بجد تحفه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وشكرا للمشاهده.